السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب سكندري 1 في مادة الانتجريتد ساينس مع مستر عمر عرابي. إن شاء الله إحنا النهاردة هنخش في درس جديد في الانتجريتد ساينس. طبعا إحنا خلصنا الحمد لله شابتر 1 ودخلنا في شابتر 2 وخلصنا كمان أول وتاني ليسون، ودول كانوا طبعا عارفين بيتكلموا عن الانرجي ريسورسز، ومن أول الشابتر كنا بناخد طبعا النون رينيوبل انرجي ريسورسز، وكمان هناخد الرينيوبل انرجي ريسورسز. يعني المره اللي فاتت احنا قعدنا نتكلم بقى عن الاويل وعن الكول وعن الناتشورال جاز، وعارفين ان الحاجات دي طبعا بتنتج عبر ملايين السنين واحنا بنستهلكهم بسرعه جدا، فبالتالي اكيد اليوزج بتاعنا استخدامنا اكيد بيبقى اكتر من البرودكشن من الانتاج بتاعهم، فبالتالي عشان كده سميناهم non renewable energy resources، حاجات مش متجدده، حاجات بتخلص وبالتالي حاجات غاليه جدا. احنا عندنا ان شاء الله النهارده في lesson 3 هنتكلم عن ال renewable energy resources، الحاجات اللي متجدده. معنى كده ان هي بتخلص بس بيحصل لها renew as طبعا ايه as we use، يعني المفروض ان احنا بنعمل consume او بنستهلك بسرعه، بس هي على طول ايه ريبليسد، بتتجدد بسرعه جدا جدا جدا، فعلشان كده بنسميها ايه رينيوبل. طيب الميزه كمان في الحاجات الرينيوبل دي زي ما احنا عارفين ان هي حاجات نون بوليوتنج، يعني حاجه مش بتلوث البيئه، ودي ميزه كويسه جدا على عكس الحاجات النون رينيوبل اللي كل البيرنينج والكومبشن، حرق الحاجات النون رينيوبل بقى سواء كول سواء اويل سواء ناتشورال جاز، كل ده بيطلع شويه جازس توكسيك جازز زي ما خدنا بقى في الكربون مونوكسيد والكربون دايوكسيد والسلفر اوكسيدز والنيتروجين اوكسيدز، وكلمنا كمان عن عمليه المايننج التعدين والاكستراكشن بتاعه الميتالز والبروبلمز والمشاكل والحاجات دي كلها. طيب هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الرينيوبل انرجي ريسورسز. تعالوا بقى نشوف درسنا بيتكلم عن ايه. طبعا احنا قلنا رينيوبل يعني هي حاجات اوريدي بتتجدد بسرعه، واحنا المفروض بقى عارفين زي مين 3 حاجات مهمين جدا جدا جدا، من اهمهم طبعا السولار انرجي، الطاقه الشمسيه، هي دي انرجي، دي تعتبر فورم اوف انرجي. ايه بقى الانرجي او الريسورس، المصدر اللي بيخلينا نقدر نستفيد بيها احنا كبني ادمين؟ طبعا عندنا هناخد حاجه اسمها سولار سيلز، خلايا شمسيه، او سولار بانلز زي ما كنا بناخد من زمان. وفي عندنا كمان ايه الووتر، الميه دي كسورس اوف انرجي، مصدر بيدينا انرجي، واكيد الووتر على طول رينيوبل ما بتخلصش، بتتجدد، نستهلك وبعدين بتيجي تاني. وعندنا كمان الويند، الرياح، والويند زي ما احنا كنا عارفين جايه بقى من الديفرنس في الاتموسفيريك بريشر، لو نفتكر كده زي ما كنا بناخد في الترم الاولاني. فالمفروض ان وات از ذا رينيوبل انرجي، يعني ايه رينيوبل انرجي؟ هي طبعا انرجي ناتشورالي المفروض ان هي ايه ريبلنشز. يعني ايه ريبلنشز؟ يعني ان شورت تايم ريبلنشز، يعني على طول بتتجدد في وقت قصير، بتيجي بسرعه. طيب ايه هم السورسز بتاعه الرينيوبل انرجي؟ زي ما احنا هناخد وعارفين عندنا بقى 3 حاجات: السولار انرجي طاقه الشمس، والويند انرجي والرياح، والهيدرو الكتريسيتي اللي هي يعتبر كلمه هيدرو جايه من الايه هيدروسفير او الووتر، يعتبر بتدينا انرجي. يبقى احنا عندنا دلوقتي مين هم الحاجات اللي هنشتغل عليهم في الدرس؟ 3 حاجات: سولار انرجي، وعندنا ويند انرجي، وعندنا هيدرو الكتريك انرجي او هيدرو الكتريسيتي اللي هي بتاعت الايه الووتر، الميه. طيب اول حاجه هنتكلم عنها هي السولار انرجي، طاقه الشمس. والسولار انرجي طبعا احنا عارفين ان الصن هو المين سورس اوف انرجي اون ذا ايرث، وعارفين ان هي permanent resource of energy، دي مصدر بقى دائم موجود على طول. اكيد مش هنصحى الصبح في يوم نلاقي ان هي الصن مش موجوده، لا طبعا على طول بتبقى ايه موجوده. طيب الفكره بقى كلها ان احنا عايزين نعرف، من زمان كنا بناخد ان احنا بنقوم جايبين سولار سيلز زي ديت او سولار بانلز، وبتقوم واخده السولار انرجي اشعه الشمس وتقوم محولها لنا لالكتريكال انرجي، لكهرباء. طيب الالكتريكال انرجي دي بتيجي بقى ازاي؟ تعالوا بقى هنا نفهم القصه بتاعتها، وهي حاجه لطيفه جدا جدا جدا. تعالوا بقى يا شباب نتكلم ونشوف ازاي السولار انرجي طاقه الشمس بتقوم متحوله لالكتريكال انرجي، لكهرباء.
لالكتريستي. طيب المفروض ادي الصن، الشمس الحلوه بتاعتنا، بيخرج منها شويه ريز، اشعه، وعارفين ان احنا دلوقتي بنجيب السولار سيل. ادي السولار سيل اهي بالمنظر ده، لما بينزل عليها السولار انرجي بيحصل ايه؟ نيجي نبص بقى السولار سيلز ديت، احنا بنعرف ان جواها حاجات كده لطيفه جدا، اكيد هي اللي بتولد الكهرباء، اللي هم مين؟ اللي هم السيمي كوندكتورز، او حاجه كده زي ما كنا بناخد زمان السيليكون. هي الكهرباء اصلا، تعالوا نفكر كده، الكهرباء دي كانت ايه؟ الكهرباء دي هي الالكترونز اللي موجوده في الاتومز، اللي بتيجي تقعد تلف حوالين الايه؟ حوالين النيوكليوس، هي دي الكهرباء. المفروض احنا كنا بناخد ان الالكترونز، اي اتوم مثلا كنا بناخد من الاسلاك بنعملها من ميتال، ليه؟ علشان بيبقى فيه نيوكليوس والالكترونز بتبقى بره، الاتراكشن فورس ما بين الالكترون والنيوكليوس بتبقى ضعيفه، فلما بيجي اي فورس بتخلي الالكترون ده يفضل يتنطط ما بين اتوم لاتوم 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 لاتوم، وبالتالي الالكترون لما يتحرك يعمل ايه؟ الكتريستي. يعني كنا بناخد ان في حاجه اسمها الكتريك كارنت. ايه هي الالكتريك كارنت؟ كارنت يعني تيار، يعني كانه الكترون بيطير، بيتحرك بيتحرك بيتحرك. ازاي بيتحرك؟ ان الالكترونز بتاعت اخر انرجي ليفل في الميتالز، المفروض الاتراكشن فورس ما بينها وما بين النيوكليوس ويك، اي طاقه بتيجي بتخلي الالكترون ده ايه؟ يبعد خالص عن النيوكليوس ويفضل يتنطط ويجري ويجري، والفلو اوف الكترونز، حركه الالكترونز دي، هي دي اللي احنا كنا بنسميها زمان ايه؟ الكتريك كارنت. هي دي الكهرباء اللي هي بتبقى ماشيه فين؟ ماشيه في الاسلاك. طيب جميل. تعالوا نشوف بقى بيحصل ايه في السولار سيل. البرودكشن بتاع الالكتريستي في السولار سيل بيعتمد على تو ستيبس، خطوتين. اول خطوه هي عمليه الجنريتنج الكتريستي، اصلا ان احنا ازاي بنولد كهرباء. بصوا بقى، بتلاقي عندنا ان هي معموله، ده كده السولار سيل، من حاجه سيمي كوندكتور اللي هي السيليكون. والسيليكون دي حاجه بناخدها كده، كنا بناخدها ان هي ميتالويد. يعني ايه ميتالويد؟ يعني المفروض اخر انرجي ليفل فيها عنده 4، كنا بناخد اللي اقل من 4 يبقى ميتال، واللي اكتر من 4 نون ميتال. هي عندها 4، فهي التوصيل بتاعها الى حد ما بيبقى اقل من الميتالز، بس بيبقى مور ذان النون ميتال. يعني هو احسن يوصل الكهرباء احسن من النون ميتالز، بس طبعا بيبقى اقل شويه من الميتالز. بس عنده ميزه بقى، ان هو لما بيسخن، هو الاول اصلا بيبقى باد كوندكتور مش بيوصل، بس لما بيسخن شويه بيبقى جود كوندكتور. طب ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان السولار انرجي، طاقه الشمس، بتنزل بشكل فوتونز. الفوتونز دي اللي احنا كنا بناخد ان هي عباره عن ايه؟ انرجي، طاقه. طيب ماده السيليكون دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها اتومز. الاتومز المفروض فيها نيوكليوس وفيها ايه؟ الكترونز. طيب لما تنزل الفوتونز او الانرجي دي بتعمل ديسبليس للالكترونز، بتحرك الالكترونز لان هي انرجي، فبالتالي قلنا الالكترون ده عشان يبعد محتاج انرجي، الانرجي هي يعتبر مصدرها ايه؟ الفوتونز اللي هي جايه من الصن. طيب الالكترون ده يحصل له ديسبليس، يتحرك على سيرفيس من التو سيرفيس بتاعه الايه؟ السيليكون. يعني عندنا ادي سيرفيس وعندنا سيرفيس تاني، فالالكترونز لما تتحرك على سيرفيس واحد بيحصل حاجه اسمها بوتنشال ديفرنس. يعني ايه بوتنشال ديفرنس؟ يعني فرق في الانرجي اللي متخزنه. كلمه بوتنشال دي على طول بناخدها ان هي ستورد انرجي. يعني ايه فرق؟ يعني السيرفيس ده بقى فيه كميه الكترونز كتيره، والسيرفيس التاني ده ما بقاش فيه الكترونز، فبالتالي خلى في فرق ما بين التو سيرفيس. وبعدين كنا بناخد بقى ان على طول الالكتريك كارنت او الالكترونز فلو بتتحرك من المنطقه اللي عندها هاير الكتريك بوتنشال، يعني اللي فيها طاقه اكتر او اللي فيها كهرباء اكتر، وتتنقل تروح للمكان اللي فيه اللور الكتريكال بوتنشال. يعني يبتدي الالكترونز، خدوا بالكم، تبتدي ايه؟ تتحرك فين؟ جوه المفروض ده احنا كل ده بنتكلم على السولار سيل، تتحرك من جوه. وما دام الالكترونز اتحركت واتنقلت من مكان لمكان، يبقى كده بيحصل فيه الكتريك كارنت. يبقى هي الفكره كلها ان انا عندي اتومز فيها الكترونز، الالكترونز المفروض ان هي ثابته حوالين الاتوم، او هي في الاتوم بتلف حوالين النيوكليوس، بس انا عايز الالكترونز دي
تبعد خالص عن الاتوم. ليه؟ علشان خاطر يحصل فلو اوف الكترونز. الالكترونز لما تتحرك هي دي الالكتريستي. مين هنا بقى اللي بيخلي الالكترونز تبعد؟ السان لايت، ان هو بيدي فوتونز انرجي، فبالتالي الالكترونز تتحرك على سيرفيس فتعمل حاجه اسمها بوتنشال ديفرنس، فرق في الجهد او فرق في القوه. الفرق ده هو خدوا بالكم الالكترونز بسببه بتخليها تتنقل من مكان لمكان. زي ما كنا بناخد مثلا، انا لو عندي جبت كوبايه سخنه وكوبايه ساقعه وجيت حطيتهم الاثنين جنب بعض، اكيد الهيت بيتنقل من الهاير تمبريتشر لللور تمبريتشر، من الاسخن للابرد. نفس الفكره انا لما يكون عندي منطقه فيها الكترونز كتيره فبقول ان فيها هاي بوتنشال، بوتنشال يعني طاقه متخزنه كتيره، ومكان عنده لو بوتنشال ما دام هاي ولو كده بقى في ديفرنس، في فرق، فبالتالي الالكترونز تبتدي ايه؟ تتنقل. طيب واكوردنج على حسب كميه الفوتون او كميه الانرجي بيعتبر المفروض في كميه من الالكترونز. يعني اكيد لو انا عندي طاقه شمسيه او الشمس نازله بقوه، مثلا الاشعه نازله بقوه بسيطه، اكيد هتخلي الالكترونز ايه؟ تتحرك اللي فوق بسيطه، فبالتالي هيبقى الفرق الالكترونز تطلع هنا خلاص هتبقى قليله، فالفرق هيبقى ايه؟ قليل، فبالتالي مش هتمشي بقوه. لكن كل ما بيزيد البوتنشال ديفرنس بلاقي ان هو بيمشي بانتنستي، بطاقه معينه المفروض بتبقى اعلى، ويقدر ان هو كمان يمشي لوقت اطول. يعني انا دلوقتي بيكون عندي البوتنشال ديفرنس دي، خدوا بالكم بقى، بديها رمز كده في. البوتنشال ديفرنس ده كل المفروض لما بيزيد بيخلي الكهرباء تمشي بانتنستي، بقوه اكبر، والانتنستي دي اللي هي المفروض اي، الانتنستي دي بتبقى ايه؟ اي. طيب وبالتالي اكيد المفروض ان هي بتمشي في وقت معين، لتايم معين. طيب هنا بقى نيجي نفكر كده دلوقتي، عايزين نحسب كمية الانرجي اللي موجودة دي. ممكن نقدر نحسب كمية الكهرباء اللي منتجة؟ ازاي؟ انا عندي دلوقتي في بوتنشال ديفرنس، في فرق ما بين النقطة دي مثلا والنقطة دي. البوتنشال ديفرنس ده هو بيأثر على الانتنستي، الانتنستي دي الكارنت انتنستي، وبعدين هيخليها تمشي مسافة ايه؟ اطول، تايم ايه؟ اكتر. طيب فانا لو عايز احسب بقى كمية الطاقة الكهربية، الالكتريكال انرجي اللي هتطلع من الحوار ده كله، هنحسبها ازاي كمية الكهرباء؟ اكيد انا دلوقتي عندي ثلاث حاجات، في عندي في بوتنشال ديفرنس، وعندي اي كارنت انتنسيتي، وعندي ايه؟ تايم. فانا لو عايز احسب الالكتريكال انرجي هقوم حاسب البوتنشال ديفرنس اللي هو في باي الكارنت انتنسيتي بالقوه اللي هي ماشيه بيها، وبعدين اعملها باي التايم، الوقت كله اللي هي ايه؟ بتاخده. كده اقدر احسب كميه الالكتريكال انرجي البروديوسد النتجت من السولار سيل. طيب يبقى انا دلوقتي خلاص عرفت ايه فكرتها. هي موضوع الفوتونز تنزل تعمل ديسبليس للالكترونز، الالكترونز تتحرك على سيرفيس واحد من التو سيرفيس، فلما يكون في سيرفيس فيه الكترونز والتاني ما فيهوش بيحصل حاجه اسمها بوتنشال ديفرنس، وبالتالي الالكترونز تبتدي يحصل لها فلو من الهاير الكتريك بوتنشال فوق لللور الكتريكال بوتنشال لتحت، وبعد كده على حسب كميه المفروض الانرجي اللي نازله بتعمل بوتنشال ديفرنس، بيبقى فيه فرق كبير او فرق قليل، فبالتالي بيخلي الالكترونز تمشي بقوه او بسرعه معينه. القوه اللي بتمشي بيها الكهرباء الالكترونز دي بنسميها كارنت انتنستي، كارنت انتنستي، وبديها رمز اي، وهتمشي لتايم لوقت معين، التايم ده بالتي. لو انا عايز احسب كميه الانرجي الطاقه الكهربيه بقى اللي هتيجي، المفروض انا هقوم عامل ايه؟ اعمل ده باي ده باي ده، هقوم حاسب البوتنشال ديفرنس باي الكرنت انتنستي باي التايم. يعني انا كميه الكهرباء اللي هتطلع هقدر اخدها لما احسب دول. طيب جميل جدا. المفروض بقى هنعرف بعد كده ان تفتكروا كل السان لايت، كل ضوء الشمس ده ممكن يتحول لكهرباء؟ اكيد لا، اكيد لا، على حسب الافشنسي، على حسب الكفاءه بتاعتها. وزي ما احنا كنا بناخد في الدرس اللي فات او الدرس اللي قبليه، ان كل لما الحاجه يكون الكواليتي بتاعتها اعلى، كل لما يكون ايه؟ حصل ترانسفير الانرجي بكميه اكبر،
والانرجي لاست او كميه الطاقه اللي فقدت بتبقى قليله جدا. طيب بما ان احنا عندنا بقى قانون عشان نحسب الالكتريكال انرجي، تعالوا نشوف كل حاجه ليها ميجرنج يونت. يعني اولا البوتنشال ديفرنس ده المفروض هو في، وده اختصار هناخده لحاجه اسمها فولت، وهي دي الميجرنج يونت بتاعت البوتنشال ديفرنس. طب الكرنت انتنستي بديها رمز اي، بس الميجرنج يونت بتاعتها حاجه اسمها امبير. طيب التايم، طبعا التايم بالسكند. طب الالكتريكال انرجي، اي انرجي هتبقى بالايه؟ هتبقى اكيد بالجول، او حاجه بقى اكبر شويه اقول كيلو جول. يعني مش ده بير، لا، اور ده او ده، يا كيلو جول يا ايه؟ يا جول. طيب الفي دي اللي هي البوتنشال ديفرنس، والكرنت انتنسيتي باي ايه؟ التايم. طيب لو انا عايز اعرف بقى كميه الانرجي اللي في اليونت تايم، اللي في الثانيه الواحده، يعني انا هنا التايم ده اللي هو الوقت كله، الوقت كله. طيب لو عايز اعرف في كل ثانيه بقى بيمشي كميه كهرباء قد ايه، انرجي قد ايه، كده احنا هنخش على حاجه تانية اسمها باور. اسمها ايه؟ باور. يعني انا لو عايز احسب كميه الانرجي كلها اللي في الوقت كله اللي اتعرضت فيه لسان لايت او لهيت انرجي، خلاص هحسب الالكتريكال انرجي اللي جايه من الرول دي. طيب لو انا بقى عايز اعرف في كل ثانيه كميه الكهرباء قد ايه، دي ساعتها بنسميها ايه؟ باور. اسمها ايه؟ باور، الكتريكال باور. وبالتالي احنا دلوقتي كان عندنا قانون اهو، الالكتريكال انرجي ايكوال في باي اي باي تي. طبعا ده التوتال تايم. لو انا عايز اعرف بقى كميه الانرجي اللي في الثانيه الواحده، يعني انا هقوم هقسم الانرجي ده على مين؟ على التايم، علشان اشوف في كل ثانيه هيتولد كهرباء قد ايه. دي كلها التوتال انرجي، وده التوتال تايم. هقسم الانرجي على التايم عشان يطلع لي في الثانيه الواحده، وده يعتبر حاجه بنسميها باور، اللي هو الكتريكال باور. وساعتها الالكتريكال باور دي بنديها ميجرنج يونت ثانيه اسمها وات. اسمها ايه؟ وات. يعني لما يقول لك لمبه مثلا قوتها ايه وبتدي لايت مثلا ايه كام وات، يبقى كده الانرجي اللي بتحصل فين في الثانيه. طيب لو احنا هناخد كده الريليشن دي، انا لو جبت التايم ده تحت، مش ده كده يبقى بيساوي ايه؟ الفي تايمز الاي. يبقى انا دلوقتي ممكن اجيب الباور ده بقانونين، اهو. يا اما هقوم عامل الانرجي ديفايدد باي مين؟ التايم، او هقوم عامل الانرجي او عامل الفي باي الايه؟ الاي. يعني انا ده باي ده زي ما احنا عارفين في الماث، لو جبت ده تحت بالديفايد خلاص يبقى الانرجي ديفايدد باي التايم ايكوال الفي باي الايه؟ الاي. يبقى دول عندي القانونين اللي انا ممكن احسب بيهم الايه؟ الباور. الباور دي هي كميه الانرجي اللي ماشيه فين؟ في الثانيه الواحده. طيب واحنا عارفين الباور دي خلاص بالوات، والبوتنشال ديفرنس دي بالفولت، والكرنت انتنسيتي دي بالايه؟ بالامبير. طيب تعالوا بقى نرجع ونشوف الكلام دوت. طبعا بعد ما كميه الالكتريكال انرجي دي خلاص بتتولد، بتبتدي بقى ترانسفير، بتتنقل في اسلاك، فبالتالي خلاص تتحرك بقى في الاسلاك وتوصل بقى لاي حاجه عايزين نشغل ايه؟ نشغلها بالكهرباء. تمام. يبقى احنا دلوقتي لما نيجي نرجع كده علشان نقدر نشوف السولار سيل، قال لك السولار سيل دي devices made of semi-conducting material، حاجه شبه موصله، قلنا زي الميتالويد كده، ودي بتعمل convert السولار energy directly into electrical energy. طبعا they considered one of the most modern methods، طبعا دي واحده من الطرق الحديثه جدا، وبتساعدنا كمان ان احنا نعمل preserving the environment، لان هي حاجات اصلا non polluting، اكيد مش هتلوث البيئه، and reduce pollution، وبتقلل التلوث caused by the use of fossil fuel، اللي جايه طبعا من الوقود الحفري زي الكول والحاجات دي، عشان نقدر نولد بيها كهرباء. في عندنا بقى الحمد لله في مصر احنا بقى جامدين جدا، في عندنا حاجه اسمها البين بانس سولار بارك في اسوان، دي في مصر الحمد لله، ودي هي تعتبر الكابيتال اوف سولار انرجي، لان هي بتبقى طبعا عارفين اسوان والاقصر والحاجات دي اكيد حر جدا، فبالتالي بيبقى فيه كميه سولار انرجي كتيره. وهنا بقى المنطقه دي فيها حوالي 32 سولار باور ستيشنز، 32 محطه، وبتدي لنا كميه انرجي
حوالي 1465 ميجا وات، بس دي تعتبر الباور بتاعها مش الانرجي، لان هنا ما دام قال لي ميجا وات يبقى دي باور، دي كميه الانرجي اللي بتخرج فين في الثانيه الواحده. طيب السولار سيل وورك ازاي بتشتغل؟ عن طريق تو ستيبس. اول حاجه اللايت ابزوربشن، الاول بتمتص اللايت، بعد كده خلاص الكتريكال او الكتريستي جنريشن بتولد لنا كهرباء. طيب بتمتص اللايت، قال لك when sunlight او الفوتونز اللي هي الانرجي بتاعت الصن fall on the surface على السطح بتاع السيمي كوندكتور ماتيريال اللي هو زي السيليكون، الالكترونز ار displaced within the material، بتتحرك جوه ايه الماتيريال على السيرفيس ده اهو من فوق كده اهو، وبعد كده يحصل فولتج ديفرنس اللي هو سميناه بوتنشال ديفرنس او فولتج ديفرنس، ان الالكترونز موجوده على سيرفيس بتطلع لفوق ومش موجوده فين تحت، فبالتالي ما دام بقى في فرق في كميه الالكترونز يبتدي يحصل الكتريك كارنت. طبعا هنا voltage difference is created between the surface. طيب الالكتريستي جنريشن بقى، وبعد كده خلاص الالكترونز دي لما تيجي تتحرك هو ده اسمه الكتريك كارنت، هو ده الكهرباء كده اتولدت. connecting طبعا the material to an external circuit، بنوصلها طبعا بدايره بقى تاني باسلاك وحاجات كده، فبالتالي بتقوم عامله produce an electric ايه current، تطلع لي شويه كهرباء. طيب السولار سيل افشنسي، طبعا الكفاءه بتاعته اكيد هو بياخد شويه من السولار انرجي. تفتكروا بقى السولار سيل دي قادره ان هي تحول 100% من السولار انرجي اللي بتاخدها كلها الكهرباء؟ اكيد لا، اكيد بيبقى فيها لوست انرجي او ويستد انرجي. طبعا المفروض كفاءه السولار سيل تبقى احسن كل لما الويستد انرجي دي ايه تقل. يعني خد مثلا هنفترض ان هو 100 جول من الشمس، فعلى قد ما يقدر يحولها كلها لايه لالكتريكال انرجي، بس طبعا مش بتقدر كلها تتحول، بس ان هو اهم حاجه ايه نزود الكميه، يعني يتحول مثلا 95% 90% تمام. طبعا كل لما ايه كميه الالكتريكال انرجي اللي طالعه، فبالتالي كده الويستد انرجي ايه كل ما كميه الالكتريكال انرجي اللي طالعه طبعا تقل، يبقى كده اكيد الويستد انرجي ايه زادت، فبالتالي الافشنسي الكفاءه بتاعتها بتقل. فهنا قال لك بقى comparing the generated electrical energy to the incident solar energy، يعني هنقارن كميه الطاقه اللي خارجه بالطاقه بتاعت الشمس اللي نازله provided by the sun. قال لك if all the input solar energy converted، لو كلها اتحولت لالكتريكال انرجي then the efficiency of solar cell will be 100، لو كلها اتحولت يبقى كفاءته 100% وده زي الفل. قال لك بس ده طبعا but it is not found in the practical life، طبعا ده مش موجود في الحياه، اكيد في شويه wasted energy. طيب والسولار سيل efficiency كمان الكفاءه بتاعتها differs depending on some factors، يعني هي كمان بتبقى معتمده على عوامل تانية، حاجات تانية زي ايه؟ زي الجو بقى، المفروض فيه كلاودي مثلا، فيه سحب، فبالتالي اكيد هتأثر على كمية السولار انرجي اللي واصلة. زي مثلا لما نيجي نشوف الانجل كمان اوف sunlight incidence، هي نازلة بشكل perpendicular ولا نازلة inclined مايلة؟ اكيد كل ما بتبقى نازلة perpendicular زي ما كنا بناخد الترم الاولاني اكيد الافشنسي بتاعتها بتبقى احسن وبيوصل فيها كميه مركزه اكتر، غير لما تكون نازله بشكل سلانتد او بشكل انكلايند. طبعا تاني حاجه absence or presence of clouds، اذا كان في سحب ولا ما فيش سحب، الجو مغيم ولا مش مغيم. تالت حاجه wind dust humidity، في رياح، برضو الرياح اكيد بتاثر على اللايت انرجي او السولار انرجي، والدست والتراب والهيوميديتي، كل دي بتاثر طبعا على اللايت، عشان عارفين ان اللايت هو الكترومagnetic ويفز، هو عايز سبيس، عايز حاجه يمشي فيها. فكل ما بيزيد بقى الميديوم او البارتيكل دنسيتي كل ما الانتنسيتي بتاعته بتقل، فاكيد السولار سيل مش هتقدر تاخد كميه كبيره من السولار انرجي عشان تحول لنا او تديها لينا او تحولها لنا لكهرباء. طيب طبعا بقى في التكنولوجي بقى، في التكنولوجيا الحديثه عملنا حاجه اسمها ايه نانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي فكرتها ان احنا بنجيب مثلا ماتيريال ونفضل نكسر فيها لحد ما يطلع لنا حاجات كده صغيره تبع حاجه اسمها ايه نانو سكيل. يعني نانو سكيل ده بالنانوميتر اللي هو يعتبر 1 باي 10 باور اوف نيجاتيف 9 من المتر، فحاجه صغيره جدا. لما بنوصل للحجم الصغير ده بيبتدي يتغير البروبرتيز، صفات الحاجه تماما تبقى احسن ويظهر لها يونيك بروبرتيز. فاحنا استخدمنا فكره النانو تكنولوجي ان انا
بستخدم حاجه او حاجه معينه مثلا زي النحاس ليها صفات، لما انا باخد البارتكلز بتاعت النحاس دي وافضل اكسرها كده لحاجات صغيره واوصل للنانو سكيل، صفاتها بتتغير وبيظهر صفات ايه احسن، وابتدي اجمع البارتكلز دي كلها اللي هي الصغيره بتاعت النانو سكيل لحد ما اقدر اعمل منها حاجه كبيره. دي بيبقى ليها طبعا اهميه، وبيبقى ليها طبعا صفات خارقه للطبيعه، يعني حاجات جامده جدا 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 اكسترا اوردينري. وهنا بقى قدرنا نستخدم الفكره بتاعت النانو تكنولوجي في عمل السولار سيل عشان نزود الافشنسي بتاعتها. يعني قال لك ان في مودرن تكنيكس to enhance solar cell performance by increasing the ability of light absorption. ان احنا طبعا كل لما نقدر نخلي السولار سيل تمتص اكبر كميه من اللايت انرجي، كل لما ده يبقى احسن، فبالتالي هتدينا كميه الكتريكال انرجي ايه اكتر. وده طبعا increase its efficiency، وده عملناه لما استخدمنا النانو تكنولوجي. ازاي بنحسب كميه الالكتريكال انرجي بروديوسد؟ طبعا عندنا قلنا في قانون الكالكوليتنج الالكتريكال انرجي بالجول. طبعا الانرجي ايكوال الفي اللي هي قلنا البوتنشال ديفرنس او بنسميه فولتج ديفرنس طبعا، والاي اللي هو مين؟ قلنا الكرنت انتنستي، قوه الكهرباء او قوه او السرعه اللي بيمشي بيها الايه الالكترونز. يعني الكرنت انتنستي طبعا بيتقاس بحاجه اسمها امبير، والفولتج ديفرنس اللي هو الفي ده بالفي، وطبعا التي اللي هو التايم ان ايه ان سكند. دي كميه الكهرباء اللي ناتجه كلها على حسب بقى السولار سيل دي اتعرضت لتايم قد ايه، والبوتنشال ديفرنس بقى ايه، وبالتالي الكرنت انتنستي. طيب وبعدين في المجال العملي بقى في الساينتفك والعلمي ما بناخدش كميه الالكتريكال انرجي دي كلها، لا بناخد كميه الانرجي اللي في الثانيه الواحده، وبالتالي بنستخدم حاجه اسمها ايه باور. يعني قال لك in scientific applications it is preferable to deal with power where its measuring unit طبعا بيبقى watt and it represents the energy produced or consumed in ايه كميه الطاقه اللي في الثانيه الواحده. وبالتالي قلنا خلاص يبقى احنا هقوم جايب التايم ده تحت الاي. يعني انا لو عايز اجيب الباور المفروض بقسم الايه الانرجي على التايم، وممكن كمان يبقى الانرجي ديفايد التايم ده يديني الفي باي الاي. يبقى هنا في قانونين، الباور ايكوال الفي اللي هو الفولتج ديفرنس باي الكرنت انتنستي، وممكن نقول ان هو كمان ايكوال الالكتريكال انرجي ديفايدد باي مين التايم. ماشي جميل. ولو احنا عايزين نحسب السولار سيل افشنسي الكفاءه كبرسنتج كنسبه، اي نسبه احنا عارفين بنقوم عاملين البارت اوفر التوتال باي 100. يعني انا دلوقتي مين هو البارت؟ قلنا اكيد كميه الطاقه دي هي اللي انا عايز اقيس كميه الالكتريكال انرجي، كميه الكهرباء اللي جايه من السولار سيل، عايز اقيس دي تعتبر كده انا السولار سيل دي استخدمتها او هي كفاءتها عاليه ولا لا. خلاص بقوم جايب كميه الانرجي اللي خارجه من السولار سيل الكهرباء، واقوم عاملها ديفايدد التوتال اللي هو مين الكميه الطاقه كلها اللي داخله اللي هي السولار انرجي اللي هي الانبوت، وفي الاخر اقوم عامل ايه باي 100. يبقى انا بحسب كميه الطاقه الالكتريكال انرجي، عايز اعرف السولار سيل دي خرجت لي كام في الميه من الطاقه اللي داخله. الطاقه اللي داخله اللي هي ال 100 اللي هي التوتال اللي هي السولار انرجي، والطاقه اللي خارجه اللي انا عايز اعرف دي نسبتها قد ايه اللي هي الاوتبوت اللي هي الالكتريكال انرجي، واقوم في الاخر عامل باي 100. وطبعا زي ما احنا متعودين ممكن البرسنتج النسبه دي بتاعت اي حاجه كنا بناخدها بشكل ماجيك ريكتانجل كده اهو. يعني بنحط هنا مثلا في اول خانه السولار سيل افشنسي، السولار سيل افشنسي يعني اللي هي البرسنتج النسبه، وهنا طبعا اللي في وشها السولار انرجي الطاقه اللي داخله، وفوق هنا بقى هحط هنا الالكتريكال انرجي الطاقه اللي خارجه، وهنا احطها باي 100. وكنا بنعمل بشكل كروس مالتيبليكيشن، يعني انا عايز احسب الالكتريكال انرجي اللي خارجه، خلاص اهو عامل الايه السولار سيل افشنسي البرسنتج بتاعتها باي السولار انرجي. طبعا هنا وانا بعمل ما بحطش البرسنتج، خلاص بحط الرقم بس باي مين السولار انرجي اللي داخله اللي هي التوتال، واقوم عاملها ديفايدد 100. لو عايز السولار انرجي خلاص بعمل ده باي ده ديفايدد ايه ده، وهكذا. ده علشان نحسب
الافشنسي الكفاءه بتاعت السولار سيل هي خدت قد ايه وحولت قد ايه من اللي خدته دوت لالكتريكال انرجي، عشان اعرف هي كفاءتها عاليه ولا كفاءتها قليله. طيب وكده يبقى احنا عرفنا السولار سيل بتشتغل ازاي، وازاي كمان نحسب الافشنسي بتاعتها، وازاي كمان احسب الالكتريكال انرجي والباور. هناخد بقى ونشوف طب احنا بنستخدم السولار سيلز ديت في حياتنا كده اليوميه في ايه؟ قال لك السولار باورد هوم ابلكيشنز، طبعا بتشغل كل الاجهزه اللي عندنا، زي بقى عندنا اول حاجه السولار هيترز، السخانات الايه الشمسيه. وقال لك السولار ووتر هيترز طبعا اوبريت يوزنج، بتشتغلها طبعا باستخدام السولار انرجي عشان نسخن بيها الميه طبعا في الدومستيك يوز. وقال لك البنفيتس طبعا ريديوس ذا يوز اوف الكتريستي، اكيد طبعا بتوفر لنا شويه الكهرباء، واكيد وركس افشنسي طبعا او efficiently ثرو اوت ذا يير، بتشتغل طبعا في خلال السنه كلها، بتاخد السولار انرجي طبعا وتقوم محولها لايه؟ لالكتريكال انرجي، وممكن بقى نعمل بيها هيتنج ووتر، نسخن بيها ميه. طيب بنستخدمها كمان في ايه؟ في السولار اير كونديشنر، في التكييفات. في برضه تكييفات اكيد معتمده طبعا على الالكتريكال انرجي، واحنا عارفين ان التكييفات دي بتستهلك طاقه كبيره قوي، فبيقدر طبعا السولار بانل ان هو يدي لنا كميه الكتريكال انرجي كافيه ان هي تشغل وتعمل اوبريت للاير كونديشنز. طبعا الاير كونديشنر قال لك هي necessary for residents of hot region، ودي كمان مناسبه للناس الايه اللي عايشه في اماكن حاره، عشان طبعا الاماكن الحاره بيوصل لها كميه سولار انرجي كتيره، فبالتالي بتقدر تستفيد من السولار انرجي دي وتحولها لالكتريكال انرجي فتشغل بيها التكييفات. ودي برضو من البنفيتس بتاعتها ان هي بتعمل ريديوس ذا يوز اوف الكتريستي، بتوفر لنا استهلاك الايه الكهرباء. في عندنا كمان دي بقى ممكن نشوفها كده في مصر الحمد لله، السولار لامبس، طبعا الانوار اللمض اللي هي شغاله بالسولار انرجي. وقال لك هنا اللايتنج اند ديكوريتنج جاردنز، طبعا في الحدائق بقى والحاجات دي also use emergency lighting when power goes out، يعني لما النور يتقطع كده طبعا دي بتقوم ايه شغاله، فالحمد لله بتقوم معوضنا وتدي لنا ايه كهرباء. ودي تعتبر considered a main alternative for lights، دي تعتبر طبعا حاجه اساسيه او كبديل جدا للايه لللايت اللي هي اللمض دي. ايه الفايده بتاعتها؟ طبعا environmentally friendly، يعني حاجه طبعا صديقه للبيئه، ما بتعملش تلوث. does not produce exhaust، طبعا ما بتخرجش اي عوادم ولا اي غازات سامه. كمان operates automatically طبعا after being charged by sunlight، بتشتغل طبعا بشكل اوتوماتيك اول لما تتشحن طبعا بالايه باشعه الشمس. طيب كده احنا اتكلمنا على اول حاجه عندنا من الرينيوبل انرجي ريسورسز اللي هي مين؟ اللي هي السولار سيل اللي معتمده على السولار انرجي. طيب بعد كده هنخش على الحاجه الثانيه اللي هي الويند، الرياح. طيب المفروض ان الويند برضو دي بتبقى مهمه جدا جدا جدا، بس عندها شويه مشاكل او في مشاكل بسبب الويند، ان الويند مش حاجه على طول شغاله 24 ساعه، يعني مش احنا مثلا هنحطه في مكان الويند بتبقى شغاله فيه 24 ساعه اللي هو على طول بنفس القوه، لا، احيانا في شويه هواء رياح بتيجي جامده فبالتالي بنقدر نستفيد منها، ممكن الرياح تضعف شويه اكوردنج على حسب الايه المكان. فبالتالي طبعا احنا بنبتدي نحط بقى المفروض بقى عندنا الويند ميلز اللي هي الطواحين دي في اماكن في اوبن اير، في اماكن مفتوحه، وبتبقى على هاير التيتيود، على ارتفاعات عاليه، علشان ما يبقاش في بقى بيلدينج مباني ان هي ايه تعمل بلوك للويندز او ان هي تضعف الرياح شويه، لا عايزينها في مكان معرض جامد جدا للرياح عشان تقدر ايه تشتغل. وعشان كده طبعا بتبقى طويله جدا، كل ما بنطلع فوق كل طبعا ما بنلاقي ان الويند سبيد ايه زاد. طيب المفروض ان هي فكرتها كلها معتمده على ايه؟ زي ما كنا بناخد في التوربينز، التوربينز بقى لو تفتكروا كده اهو، ان احنا عندنا ادي مثلا الويند ميلز بيبقى ليها بليدز، دراعات كده اهو زي دراعات المروحه. ايه اللي بيحصل؟ المفروض ان الويند لما بتيجي اولا في اتجاه معين، نتيجه بقى للديفرنس للفرق في الاتجاهات، يعني في هنا ويند جاي من هنا وكميه الويند اللي جايه من هنا اكيد بتبقى مش زي كميه الويند اللي جايه في الاوبوزيت دايركشن. يعني تخيلوا بتاع كده اهو ادي بليد ورياح هنا بنفس قوه هنا، خلاص ده قد دوت، فبالتالي مش هتتحرك هتفضل ثابته كأن اتنين بيزقوا في حاجه، الحاجه دي في النص. لكن نتيجه للديفرنس في
في الويند انرجي في قوه الرياح من التو سايدز بتبتدي طبعا من الاماكن او المكان اللي فيها هاي باور بتبتدي خلاص تزق، فبالتالي تقوم عامله ايه؟ روتيتنج للبليدز. طب البليدز دي لما تتحرك كده يبقى عندنا في كاينيتيك انرجي. الكاينيتيك انرجي دي بقى هنستفيد منها ازاي؟ ان انا اخد الكاينيتيك انرجي الحركه ديت واقوم وصلها بالتوربينز. المفروض التوربينز ديت بتعمل ايه؟ اللي هي التوربينات دي بتقوم واخده الكاينيتيك انرجي وتقوم محولها لميكانيكال انرجي. ميكانيكال انرجي يعني هي اصلا حاجات خلاص بتاخد الطاقه دي او الحركه دي بشكل معين، ودي برضو بتبقى عباره عن ايه؟ التوربينز دي زي مراوح او حاجه كده بتقدر تستفيد من الحركه دي وتحولها لميكانيكال انرجي. الميكانيكال دي اللي هي ايه؟ اللي هي تعتبر برضو كاينيتيك بس بيبقى معاها بوتنشال، يعني الصم بتاع البوتنشال والكاينيتيك الطاقه المتخزنه مع الحركه الاثنين مع بعض اسمهم ميكانيكال، وبالتالي تقوم محوله الميكانيكال انرجي دي بقى تقوم دخلها في جهاز تاني اللي هو بقى الجنريتور المولد. الجنريتور ده هو يقوم محول الميكانيكال انرجي لايه؟ لالكتريكال انرجي، لكهرباء. طب ازاي اصلا الداينامو ده او الجنريتور المفروض ان هو بيولد الكهرباء من الميكانيكال انرجي؟ كنا بناخد ولسه قايلين ان الميتالز مثلا او اي سلك كهرباء بيبقى فيه ايه؟ معمول من ميتال، معدن. ليه؟ علشان الالكترونز اللي في الاتومز مش ماسكه جامد بالاتومز، فمجرد ان احنا لما بنيجي بقى اي انرجي ممكن تخلي الالكترونز دي تتحرك. ففكره الجنريتور دي كلها ان احنا بنجيب ماجنت، مغناطيس، وبيبقى في اسلاك بتبقى داخله في المغناطيس، او بيبقى في مثلا بطرق معينه او باشكال معينه بيبقى اهم حاجه في اسلاك كابر وايرز طبعا بتبقى ضخمه جدا، وماجنت. مجرد ما يبقى في كاينيتيك انرجي حركه السلك ده مثلا يتحرك، الماجنت بيبقى عنده ماجنتيك فيلد، مجال مغناطيسي وليه قوه. الحركه دي بتخلي الالكترونز اللي في السلك تتحرك، او الالكترونز اللي موجوده يحصل لها فلو. يعني احنا كل الهدف ان احنا يبقى عندنا كهرباء، ان انا عندي سلك فيه الكترونز، عايز الالكترونز دي تتحرك. بحركها ازاي؟ لازم يكون في ماجنت، الماجنت المغناطيس هو اللي بيبقى عنده قدره ان هو يحرك الالكترونز. طب ايه اللي هيحرك بقى الماجنت ده؟ هنجيب مثلا اي حد يقعد يحرك ويمسك يقعد يحرك؟ لا، هنا بنجيب التوربين، هو ده اللي وظيفته ان هو يبقى فيه ميكانيكال انرجي او كاينيتيك انرجي حركه. الحركه دي هي اللي تخلي الداينامو او الجنريتور يولد لي ايه؟ الكتريكال انرجي. يبقى احنا كده الحمد لله استفدنا بالويند ميلز من الحركه بتاعتها اللي بتحصل بسبب الويندز ان هي تولد لنا كاينيتيك انرجي، تخش في التوربينز يقوم محول الكاينيتيك انرجي لميكانيكال انرجي، وعن طريق الجنريتور ياخد الميكانيكال انرجي دي بقى ويديلنا بيها ايه؟ الكتريكال انرجي. طيب كلام جميل جدا. يعني لما نيجي نشوف هنا الويند انرجي، قال لك wind energy considered as one of the most important alternative renewable. طبعا هو حاجه renewable متجدده، واحد من افضل الحاجات اللي هي كبدائل للفوسل فيول علشان هي متجدده وما بتعملش طبعا اي مشاكل للبيئه، بس هنعرف برضه ان هي عندها مشاكل تانية. and eco طبعا friendly وصديقه للبيئه energy resource which depend on converting the wind energy طاقة الرياح into clean electrical energy using الwind turbines. طبعا دي consists of ايه؟ slanted blades، يعني فيها شويه blades اللي هي الدراعات اللي هي بتبقى مايله كده شويه عشان تيجي تخبط فيها الويند وتقدر تحركها، وكمان بيبقى فيها تورباينز وكمان فيها الكتريك ايه؟ جنريتور. احنا قلنا فيها بليدز وفيها تورباين وفي الكتريكال جنريتور. هاو ات وركس، بتشتغل ازاي؟ قال لك الافكت اوف ويند اون بليدز، تاثير الرياح طبعا على الدراعات بتاعتها. when wind passes over the blades two pressure zones form due to difference in air velocity on both sides of the blades. زي ما قلنا كده، ادي عندي مثلا دراع بيبقى فيه اتنين بريشر، في ضغط جاي من هنا وضغط جاي من الناحيه الثانيه، بس لو الاتنين زي بعض ايكوال في البريشر خلاص هتفضل واقفه. لكن في ديفرنس، في فرق، في واحد هنا مثلا لو القوه هنا اعلى من هنا خلاص ده اللي هيكسب ويزق كده، لو القوه اللي هنا اعلى فبالتالي ده اللي هيكسب ويزق، فكده كده البليدز هتتحرك طبعا خلاص. وده كوزس هيخلي البليدز تو روتيت، ان هي تلف.
وبعد كده بيحصل generating electricity in the blades are connected to a shaft that drives the turbines. طبعا متوصله بحاجات كده طبعا داخل جوه ايه التوربينز، فالتوربينز ترانسفير تنقل بقى الميكانيكال انرجي، الطاقه اللي هي الميكانيكال دي اللي هي جايه من الكاينيتيك مع البوتنشال تو جنريتور، توديها الجنريتور ودي كونفرت انتو طبعا انتو الكتريكال انرجي. يبقى هنا الميكانيكال انرجي اتحولت لالكتريكال انرجي. طيب برضو هناخد الفاكتورز افكت افيشنسي، في برضو حاجات بتاثر على الكفاءه بتاعه الويند ميلز. ايه هي؟ قال لك الويند سبيد ان ذا ريجن، سرعه الرياح. احنا عارفين سرعه الرياح مش على طول بنفس القوه، في شويه ممكن تيجي رياح قويه سريعه وفي شويه الرياح تبقى ضعيفه شويه. So the ideal location في ايه المكان المناسب for wind turbines is in open area، في الاماكن المفتوحه زي الديزرت والهاي altitudes والاماكن المرتفعه. طيب دي كده تاني حاجه السولار سيل خدناها، وعرفنا كمان الويند ميلز ان هي او الويند انرجي ازاي بنولد منهم كهرباء. بعد كده عندنا تالت حاجه الهيدرو باور انرجي، وقلنا هيدرو دي جايه منين؟ من الووتر، الميه اللي المفروض بتقدر تولد لنا كهرباء، ودي بنستخدمها او بنبقى شايفينها طبعا في الدامز، في السدود زي الهاي دام زي السد العالي اللي عندنا. طيب فكرته كلها في ايه؟ برضو احنا عندنا جنريتور، عايزين حاجه تقعد تحرك الجنريتور ده عشان خاطر يقدر يولد كهرباء. الحركه برضو هنا اللي هي الميكانيكال انرجي او الكاينيتيك بنجيبها منين؟ من حركه الميه. طب ازاي الميه بقى تديلنا حركه؟ بنقوم عاملين ايه؟ زي ما خدنا برضو قبل كده ان احنا الميه لما تبقى موجوده عندنا هنا في مكان عالي في هاي التيتيود كده بيبقى متخزن فيها انرجي، الطاقه المتخزنه اسمها بوتنشال انرجي. اي حاجه على ارتفاع عندها بوتنشال انرجي. طيب يحصل ايه؟ الميه دي المفروض بتفضل مقفوله كده وفي دام في سد اهو. طيب لو احنا بقى عايزين نولد كهرباء بنقوم نشيل الدام السد دوت نرفعه او نفتحه، فتبتدي الميه تنزل طبعا من الهاي التيتيود لللو التيتيود بسرعه كبيره. الكاينيتيك انرجي بقى الحركه اللي احنا هنستفيد بيها من الميه هنا بنقوم نقابلها بايه؟ بتورباينز. التورباينز تقوم عامله ايه؟ تاخد الكاينيتيك انرجي اللي جايه من حركه الميه. يبقى الاول هنا كان في بوتنشال انرجي، طاقه متخزنه، لما فتحنا الدام نزلت اتحركت عملت كاينيتيك دخلت للتورباين. التورباين المفروض ان هو قام محول الكاينيتيك انرجي دي لايه؟ لميكانيكال انرجي. وبعد كده الميكانيكال انرجي دي قدرنا ان احنا نستفيد فيها في الجنريتور. فالجنريتور الحمد لله خلاص قدر يحول لنا الميكانيكال انرجي لالكتريكال ايه؟ انرجي، وكده ولدنا الكهرباء من ايه؟ من الحركه بتاعه الميه. طيب يعني هنا بقى قال لك الدامز ستور ووتر ان ريسيرفويرز، طبعا في اماكن عاليه giving it potential energy، لما تكون على ارتفاع بيبقى فيها potential energy due to طبعا its new position لان المكان بتاعها عالي. when dam gates لما تيجي البوابه بقى تتفتح قال لك water flows بتنزل زي ما انتم شايفين في الشكل ده from higher elevation من ارتفاع عالي to lower one then it hits turbines بتخبط بقى في التوربينات causing them to spin وتخليها تلف، وبالتالي التوربين دي كونكتد متولده او متوصله طبعا بجنريتور، وده بيعمل بروديوس الكتريستي باي كونفرتنج ان هو يحول الميكانيكال انرجي اللي جت من التوربين لمين؟ لالكتريكال انرجي. ويبقى كده الحمد لله احنا خلصنا ليسون 3 في الانتجريتد ساينس طبعا شابتر 2. ان شاء الله احنا هنبتدي نتكلم عن ليسون 4 في شابتر 2. طبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، ويا رب يعيدوا علينا كده بالخير والبركات ان شاء الله. عايزين بقى ايه؟ نشد حيلنا ونذاكر كويس، وتعالوا بسم الله الرحمن الرحيم كده ايه نبتدي. عندنا في ليسون 4 احنا كنا في الشابتر ده كله بنتكلم عن الانرجي، وعارفين ان في عندنا حاجه اسمها renewable energy ونون renewable energy، واتكلمنا في اول درسين عن الحاجات اللي هي النون رينيوبل انرجي، واتكلمنا عن الكول واتكلمنا عن البترول واتكلمنا عن الناتشورال جاز،
وبعد كده اتكلمنا عن عمليه المايننج وازاي ان احنا بنعمل اكستراكشن للميتالز او للمينرالز من تحت الارض، وخدنا بقى بتاعه الالومنيوم وخدنا بتاعه الجولد وخدنا شويه حاجات كده لطيفه جدا. طيب وبعد ما خلصنا النون رينيوبل دخلنا في الرينيوبل انرجي ريسورسز، وقلنا اللي هي الرينيوبل اللي هي على طول يعتبر replaced as soon as it used، يعني اول لما يعتبر نستهلكها بتتجدد على طول، عشان كده بنسميها رينيوبل. لكن الحاجات النون رينيوبل هي طبعا بتاخد فتره طويله وعبال ما بيحصل لها ريبليسنج، عشان كده هي نون رينيوبل مش متجدده. طيب احنا بقى في ليسون 3 خدنا الرينيوبل وخدنا السولار انرجي وخدنا السولار سيل طبعا وخدنا الويند وخدنا الووتر، وعندنا في ليسون 4 برضو هنكمل كلامنا عن الرينيوبل انرجي ريسورسز. بس النهارده بقى هنتكلم في موضوع غريب وجديد عن الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده، ويمكن حاجات احنا اول مره نسمعها. طيب اللي هي ايه؟ احنا يا جماعه كنا عندنا كونسبت كده معنى كلمه فيول. يعني احنا لو هنبتدي في الدرس اصلا كل ده احنا كان عندنا ايه هي السورسز اوف انرجي، مصادر الانرجي، المفروض الفيول الوقود. طيب الفيول ده هو حاجه يعتبر لما بيحصل لها عمليه بيرنينج لما بتتحرق بتديلنا انرجي. طيب وكان في عندنا نوع من الفيول وكنا على طول عارفينه اللي هو اسمه فوسيل فيول. طيب فوسيل فيول ده فيول اللي احنا خدناه مثلا زي ما احنا عارفين بقى الكول والبترول والناتشورال جاز، اللي هو الكول الفحم والاويل او البتروليوم اويل والناتشورال جاز. طيب المفروض النهارده هنعرف ان في عندنا نوع تاني من الفيول اسمه بايو فيول. طيب ده برضه فيول وده فيول. طب ايه الفرق؟ كلمة فصل دي معناها حفريات. يعني ايه حفريات؟ يعني الكائنات طبعا عارفين ان هي لما بتموت وتقعد لملايين السنين تحت الارض وتتعرض بقى لهاي بريشر وهاي تمبريتشر، الاول بيتحللوا وبيتحولوا لحاجه اسمها فوسلز، حفريات. من الحفريات دي بقى بتتحول وتبقى الكول والاويل والناتشورال جاز. يعني خلاص حاجات اتحللت وقعدت لملايين السنين طويله جدا جدا جدا، وخدنا كل واحد بيجي ازاي. طيب كلمه بايو فيول جايه كلمه بايو معناها اصلا لايف. يعني كلمه بايو دي معناها لايف، ومعناها ايه؟ ان احنا عندنا في فيول بنجيبه من الحاجات اللي عايشه، من الكائنات العايشه او الكائنات يعتبر اللي هي ممكن على طول بتموت، فبنقدر ان احنا نستخدمها دايركتلي، ما بنستناش ان هي تبقى فوسلز وبعد كده تدينا انرجي. يعني خدوا بالكم ان الفوسل فيول هي مشكلتها ان هي بتيجي او بتحصل عبر ملايين السنين، نقعد نستنى بقى ملايين السنين لحد ما يجي لنا كول جديد او اويل او ناتشورال جاز، لان هي معتمده على الديكومبوزيشن بتاعه الديد بادز، فبالتالي شويه كيميكال رياكشن كده بتحصل لحد ما بتطلع. لكن هنا البايو فيول دي هي تعتبر فيول جاي برضو من الليفنج اورجانيزمز، من الكائنات الحيه، عن طريق ان في الليفنج اورجانيزمز دي بتعمل شويه بيولوجيكال بروسيس، شويه عمليات حيويه كده. ويعتبر البيولوجيكال بروسيس دي هم كيميكال رياكشنز، شويه تفاعلات كيميائيه بيحولوا بعض البواقي او بعض الويستس بتاعه الكائنات الحيه تديلنا ساعتها انرجي او بتديلنا فيول، والفيول ده طبعا هو بيديلنا ايه؟ انرجي. والطاقه اللي بتيجي منها بنقوم مسميينها برضو بايو انرجي. بايو انرجي. طيب عشان كده كنا بنقول بما ان الفوسيل فيول ده هو حاجه بتحصل او بتتكون عبر ملايين السنين، فقلنا ده صعب جدا ان احنا نجدده بسرعه، فقلنا ان ده حاجه نون رينيوبل. لكن بما ان ده جاي من الكائنات العايشه وما بنستناش لحد ما تتحلل والكلام ده كله، فيعتبر البايو فيول ده حاجه من الرينيوبل انرجي ريسورسز. كله يا جماعه ده جاي منين؟ جاي من الليفنج اورجانيزمز، كائنات حيه. الكائنات دي
المفروض عندها قدره ان هي تعمل شويه بيولوجيكال بروسيس، عمليات حيويه، فبتقدر تحول لنا حاجات معينه كده هناخدها وهنعرف ايه هي، نحولها لفيول. وده خد بقى زي ما احنا هنعرف ان في حاجه اسمها بايو ديزل، في حاجه اسمها ايثانول، في حاجات كتيره قوي هنبتدي ناخدها في الدرس ده. طيب يبقى احنا في الدرس ده هنتكلم عن البايو فيول. البايو فيول هو يعتبر فيول جاي من كلمه بايو معناها ليفنج اورجانيزمز، كائنات حيه وبتعيش وبتقدر تفيدنا عن طريق بيولوجيكال بروسيس او كيميكال رياكشنز، تفاعلات. فبالتالي الفيول اللي بيطلع بيدينا انرجي، بنقوم مسمينه بايو انرجي. بايو انرجي يعني هنا حاجات حيه عايشه، هنا حاجات ماتت من ملايين السنين واتدفنت واتحللت، فده نون رينيوبل، لكن البايو فيول بيبقى رينيوبل. طيب كلام جميل جدا. تعالوا بقى نبتدي نشوف مين الكائنات اللي هي ممكن تعمل الكلام ده كله، وناخد شويه اكزامبلز. اول حاجه اصلا الليسون 4 بيتكلم عن ايه؟ باسمه اصلا living organisms and organic materials as sources of renewable energy. الكائنات الحيه والحاجات العضويه اللي هي جايه من الليفنج اورجانيزمز دول بنستخدمهم كايه؟ renewable energy. طيب هنا بقى قلنا يعني ايه كلمه بايو انرجي؟ قلنا دي الانرجي اللي جايه من البايو فيول. يعني البايو فيول هو وقود. البايو فيول ده ايه لازمته؟ بيدي لنا انرجي، وعشان الانرجي دي جايه من كائنات حيه فبالتالي لسه عايشه، فبنقوم مسميينها بايو انرجي. يعني بيقول لك they energy او the energy produced by living organisms from organic materials، من شويه مواد عضويه كده. طبعا احنا جسمنا كلنا اي كائن حي بيبقى عباره عن حاجات اورجانيك، وقلنا الحاجات الاورجانيك دي اللي على طول بيبقى فيها مين؟ كربون، ومعاه كمان مين؟ هيدروجين، وممكن يكون معاه اكسجين، وممكن يكون معاه نيتروجين، وممكن احيانا يكون فيه فوسفورس زي ما شفنا مثلا الاي تي بي. طيب كمان بيقول لك it relies on biological process، اهو بيحصل شويه عمليات حيويه carried out by these organisms، الكائنات دي بتعملها to convert، عشان تحول الاورجانيك ماتيريالز، المواد العضويه اللي في جسمها، يا اما لليكويد اور جازيوس فيول، بتحولها لليكويدز شويه سوائل كده، وكمان شويه حاجات جازس. المفروض دي كلها بنسميها بايو انرجي. طيب such as زي ايه؟ زي قلنا الايثانول، وحاجه اسمها بايو ديزل. طيب اور او كمان ممكن نستخدم الاورجانيك ماتيريال، المواد اللي في الكائنات الحيه، نحرقها. اما نحرقها مش هي اورجانيك؟ فيها كربون، فيها هيدروجين، هتتحرق تتفاعل مع الاكسجين زي ما خدنا قبل كده. اي اورجانيك يتحرق يتفاعل مع الاكسجين يطلع كربون دايوكسيد جاز، ويطلع كمان ووتر فيبر، وبيطلع كمان معاه هيت انرجي. ممكن نستخدم الحراره دي ان احنا نولد بيها كهرباء، يعني ممكن بيدينا فيول. الفيول ده نمشي بيه العربيات، زي مثلا الايثانول هنعرف ان احنا ممكن نستخدمه بدل البنزين. طيب او عن طريق ان هو يديلنا الكتريستي باي بيرنينج ذم، طبعا لما نيجي نحرقه في الباور بلانتس، في محطات توليد الكهرباء، عشان تعمل جنريت لرينيوبل ايه؟ انرجي. طيب يبقى البايو انرجي هي طاقه جايه من الليفنج اورجانيزمز عن طريق ان في كيميكال بروسيس بتحول الاورجانيك ماتيريال، المواد العضويه اللي في الكائنات، تحولها لفيول. الفيول ده يا اما بيبقى شكل ليكويد او بشكل جاز. حاجات زي مثلا ليكويدز، زي مثلا هناخد حاجه اسمها الايثانول، وحاجه مثلا برضو شويه جاز كده زي البايو ديزل، وبرضو ده يعتبر ليكويدز، وممكن كمان نستخدمه في توليد الكهرباء عن طريق البيرنينج، الحرق بتاعه البايو فيول دي. طيب وبعد كده هناخد اكزامبلز. قال لك اهو فور اكزامبل الكورن بلانت، نبات الكورن الذره، والشوجر كين وقصب السكر are used to produce ethanol. يعني احنا دلوقتي عندنا الكورن او قصب السكر ده بيبقى فيه جلوكوز، المفروض بيحصل فيه بيولوجيكال بروسيس، عمليه حيويه كده اسمها فيرمنتيشن. اسمها فيرمنتيشن، تخمر. وده اللي كان بيحصل لو تفتكروا كده، كان عندنا حاجه اسمها ييست فانجس، فطر الخميره، اللي هو الخميره ده اللي احنا ممكن نيجي نحطه مثلا على العجين عشان نعمل بيه بقى ان شاء الله بعد رمضان كده كحك وبسكويت، بنجيب خميره وبنحطها. فالخميره دي كانت بتعمل حاجه اسمها فيرمنتيشن، ممكن تحول الجلوكوز
نفس الخميره طبعا، مش الكيك والكحك والبسكويت هو اللي بيتحول لايثانول، لا، بتقدر ان الخميره دي تحول الجلوكوز اللي موجود في الشوجر كين او موجود في الذره في الكورن، تقوم مدياه لنا او تحوله لايثانول. الايثانول ده بقى احنا بنستخدمه ممكن بدل البنزين. حلو جدا. طيب احنا استفدنا؟ طبعا استفدنا جدا. وفرنا طبعا الاويل البترول، وكمان طلعنا فيول جديد مش بيلوث البيئه خالص زي الحاجات النون رينيوبل، لان طبعا الحاجات النون رينيوبل دي اللي هي الفحم دي معتمده ان فيها كربون كتير، والكربون الكتير ده كل ما يزيد الكربون كل ما يطلع بوليوتنس ملوثات اكتر. لكن هنا هنلاقي ان الجلوكوز بيتحول لايثانول، نسبه الكربون اللي فيه الى حد ما بتقل، فبالتالي البيرنينج بتاعه ما بيطلعش نفس كميه التلوث اللي بتطلع كانت من الكول او من الاويل او من الناتشورال جاز او الحاجات دي كلها. طيب يعني هنا ده اكزامبل ان ادي اهو في بيولوجيكال بروسيس اسمها فيرمنتيشن حولت الاورجانيك ماتر مواد عضويه في الكائنات الحيه، قامت محولاها لفيول. الفيول الايثانول ده هنسميه ايه؟ هنسميه بايو فيول. ماشي جميل. طيب ايه بقى يا جماعه الاكزامبلز؟ احنا هناخد بقى في الدرس ده شويه اكزامبلز كده كتيره على حاجات ليفنج اورجانيزمز بتقدر ان هي تحول الاورجانيك ماتر من حاجه لحاجه ثانيه اللي هي تعتبر الفيول. طيب في عندنا 6 حاجات، من اولهم حاجه اسمها بايو ماس. وكلمه بايو ماس دي معناها ايه؟ بايو احنا عارفين، احنا قلنا ان هي لايف او حاجه جايه من بيولوجي، وماس يعني كتله، ففعلا بايو ماس هي كتله بيولوجيه. يعني ايه؟ يعني كل الليفنج اورجانيزمز الكائنات الحيه دي بنسميها بايو ماس. طيب عندنا مثلا زي البلانتس بعض النباتات، زي اول حاجه عندنا من الاجريكلتشرال كروبس المحاصيل الزراعيه. لما نيجي بقى احنا كايه الفلاحين يقعدوا يزرعوا، طيب هيزرعوا مثلا حاجات زي الشوجر كين المفروض وحاجات زي الرز. الحاجات دي بيبقى ليها بواقي، بدل ما البواقي دي ان احنا نقدر نرميها او نتخلص منها، لا، ممكن نستخدم البواقي بتاعتها دي وناخد منها انرجي. صح؟ زي ايه بقى؟ الشوجر كين ريسيديوس، يعني شويه الفضلات بتاعه قصب السكر، والرايس سترو بقى فيه زي كده ايه حاجات كده من بواقي برضو الرز. طيب الحاجات دي بنعمل بيها ايه؟ قال لك بنستخدمها عشان نطلع انرجي through biological process، في عمليات حيويه كده زي حاجه اسمها fermentation. ونركز fermentation يعني عمليه التخمر. ايه فكره التخمر الفيرمنتيشن؟ زي ما احنا كده ان شاء الله لما يخش علينا العيد هنعمل كحك وبسكويت وقرص، فنيجي بقى ايه اللي بيحصل؟ يقول لك احنا هنسيب العجينه لحد ما تتخمر، نحط شويه خميره، والخميره بتعمل بيولوجيكال بروسيس. ممكن بقى هنا نفس الفكره بتاعه الفيرمنتيشن بتيجي برضو بعض الفنجاي الفطريات تعمل موضوع الفيرمنتيشن وتحول الشوجر كين ريسيديوس او بتحول الرايس سترو لانرجي فيول او لايه لبايو فيول، يعني حاجه تعتبر ناخد منها انرجي. وكمان حاجه اسمها انيروبيك ديكومبوزيشن. يعني ايه كلمه انيروبيك؟ حاجه لا حيوانيه، يعني حاجه تبع الكائنات الحيه بس مش حيوان، نباتي. التحلل النباتي او الفيرمنتيشن هو ده يقدر يحول الريسيديوز بتاعت الشوجر كين او الرايس سترو ان هو يدينا بيها ايه؟ فيول، والفيول ده يدينا انرجي. خلاص، يبقى دي اول حاجه البايو ماس، الكتله البيولوجيه اللي هي بناخدها من البلانتس بواقي النباتات، بدل ما نتخلص منها لا نستخدمها وتدي لنا انرجي. طيب حاجه جميله جدا 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 طبعا. طيب طبعا احنا هنبقى عارفين ان قلنا الحاجات دي طبعا التلوث بتاعها بيبقى قليل جدا، لان نسبه الكربون الحاجات اللي موجوده فيها بتبقى قليله جدا. طيب جميل. تاني حاجه عندنا حاجه اسمها مايكرو الجي اند مايكرو اورجانيزمز. مايكرو الجي، احنا كنا بناخد ان الالجي دي اللي هي الطحالب الخضراء. الطحالب الخضراء ديت كانت بتطلع مثلا في الميه في البرك والمستنقعات والحاجات دي كلها، وشويه مايكرو اورجانيزمز. الحاجات دي احنا ممكن نستفيد منها استفاد جامد جدا. ليه؟ لان دي اولا مش محتاجه حتى زراعه، مش محتاجه مكان ان احنا نقعد نزرع فيه، ده هي كمان تطلع لوحدها حاجات تلقائيه كده، فبالتالي حاجات ممتازه جدا. مش لازم الاقي ان هي ليها تربه صالحه للزراعه، لا، دي هي ممكن تطلع في اي مكان وفي اي حته بطرق طبعا ايه، او اكيد الانفايرمنت بيبقى ليها ايه مناسب. طيب يعني هنا المايكرو الجي والمايكرو اورجانيزمز provide new opportunities for producing liquid biofuel. دول بقى بيدوني ايه؟ حاجه اسمها بايو فيول برضه، ما كلهم بيدوني بايو فيول، بس ده بيبقى بشكل
liquid through advanced biological process. برضه بيعملوا شويه عمليات حيويه يدوني liquid. الليكويد ده يعتبر بايو فيول. طيب قال لك هنا بقى using crop residues والagricultural wastes طبعا هيلب بيساعدوا ان هم يقللوا الكربون ايميشن. ايوه قلنا يا جماعه ان دول طبعا بيقللوا الانتاج بتاع الكربون. طيب في نقطه مثلا عايزين ايه نفهمها، هو ايه الحاجه اللي تبقى اقل ضرر؟ كنا بناخد ان الكول الفحم ده اكتر حاجه بتعمل تلوث، ومين اقل حاجه؟ الناتشورال جاز، الغاز الطبيعي. طب ليه؟ علشان طبيعي انا لما اجيب فحم فيه كربون بس واجي اعمل له كومبشن فيتفاعل مع الاكسجين، فاكيد وش هيديني كربون دايوكسيد. فطبعا يعتبر البرودكت عندي 100% كربون دايوكسيد، وده طبعا حاجه تعتبر ملوثه، وكمان بقى بتبقى ملوثه اكتر لو طلع ايه؟ كربون مونوكسيد وحصل انكمبليت بيرنينج. طيب لو انا مثلا جبت الجاز اللي هو الناتشورال جاز، الغاز الطبيعي، اللي بيبقى ضرره اخف شويه لان هو الكربون مش لوحده، بيبقى معاه هيدروجين. مثلا ادي الميثين لما بيجي بيتحرق مع الاكسجين بيطلع لي كربون دايوكسيد جاز، وبيطلع لي كمان ايه؟ ووتر. فبالتالي ما بيطلعش كبرودكت 100% كربون دايوكسيد، لا بيطلع بخار ميه، فبالتالي ده الى حد ما مش ملوث. يعني دلوقتي الحرق بتاع الفحم على طول بيدي 100% جازس مش حلو كربون دايوكسيد، لكن ناتشورال جاز كان حاجه مش مضره لان هي فيها هيدروجين، فالهيدروجين ده يطلع لي ووتر فيبر، فبالتالي الى حد ما مش بيطلع كميه كبيره من الكربون دايوكسيد. طيب نفس الفكره بتاعت الناتشورال جاز الغاز الطبيعي، هنا برضو عندنا البايو فيول ما بيبقاش كربون لوحده، بالعكس ده بيبقى معاه نيوترينز غذاء، بيبقى معاه بقى كمان نيتروجين ومعاه كمان فوسفورس ومعاه حاجه ثانيه جايه من الكائنات الحيه نيوترينز، فبالتالي بتطلع نسبه قليله جدا من التلوث الكربون دايوكسيد، وبيطلع كمان حاجات ثانيه مش ملوثه. فبالتالي قال لك هو ريديوس كاربون ايميشنز، قال لك كومبيرد مقارنه بالفوسيل فيول، ديبندنج معتمد على التايب اوف كروب ريسيديو، طبعا يوزد معتمد على نوع الحاجه اللي احنا بنستخدمها اذا كان فيها كربون كتير او كربون قليل. طبعا this method contributes to decreasing environmental pollution، وده اكيد هيقلل التلوث by utilizing biological waste in energy production، ان احنا بنقدر ان احنا نستخدم الفضلات بتاعه الكائنات الحيه في توليد الطاقه. حلو جميل جدا الموضوع ده. طيب ايه بقى عندنا كمان التايبس، انواع الاورجانيزمز اللي يوزد في الانرجي برودكشن. ايه الكائنات الثانيه اللي ممكن؟ احنا خدنا مثلا البايوماس وخدنا المايكرو الجي وخدنا شويه حاجات ايه ثانيه والمايكرو اورجانيزمز. طيب في عندنا بقى حاجه اسمها ميثين بروديوسنج بكتيريا، دي بكتيريا بتقوم مخرجه ميثين. يا سلام حلو جدا جدا جدا. الميثين احنا قلنا ان هو يعتبر اللي هو المين كومبوننت بتاع الناتشورال جاز، اللي هو السي اتش 4 اللي هو موجود في الناتشورال جاز من 70% لحد 98%. طيب جميل. قال لك هنا بقى البكتيريا دي هي تروح تحلل الكائنات الحيه وتقوم مخرجه كميه كبيره من الميثين. طيب يعني الموضوع سهل جدا، احنا عندنا اهو اورجانيك ماتر، ماده عضويه في الكائنات الحيه، في بكتيريا معينه تقوم محوله الاورجانيك ماتر دي لايه؟ لميثين، اللي هو يعتبر السي اتش 4. طيب يعني هنا قال لك دي البكتيريا دي found in waste treatment plants. يعني ايه waste treatment plants؟ يعني المفروض في محطات كده بننقي فيها او بنعمل معالجه فيها للفضلات، في اماكن بنعالج فيها الفضلات، او اللايف ستوك فارمز، او كمان يا جماعه اللي هي المزارع، او بنسميها اللي هو المكان اللي بنحط بقى فيه الدواجن، او المكان اللي هو المزرعه اللي بنحط فيه بقى العجول والحاجات دي كلها بيبقى فيها شويه بواقي. البواقي دي بنيجي نلاقي ان في بكتيريا تروح تعمل بريك داون للاورجانيك ماتيريال، المواد العضويه اللي موجوده فيها، وتقوم مديانا ايه؟ ميثين. وده يعتبر ايه؟ واحد من البايو فيول. يعني احنا بناخد اهو عندنا دي يعتبر المفروض بواقي بقى الكائنات اللي هي الحيوانات بتنزل فضلات، الفضلات ديت وكمان بواقي النباتات الاكل والحاجات دي كلها في بكتيريا معينه تاخدها وتقوم محولاها لايه؟ لبايو فيول، وبيخرج منها الناتشورال جاز، الغاز الطبيعي. طيب جميل جدا. طيب في عندنا كمان شويه انزيمز.
انزيمات. الانزيمات دي ايه هي؟ كنا بناخد كده في ثالثه اعدادي لو تفتكروا حاجه اسمها كاتاليست. الكاتاليست هو كيميكال سبستانس، ماده كيميائيه كانت بتعمل انكريز سبيد اوف رياكشن، احطها في اي تفاعل تسرعه. هي ما بتخشش تتفاعل، هي بتسرع التفاعل. طيب هنا بقى ربنا خالق جوه اجسام الكائنات الحيه برضو حاجات كاتاليست بتسرع، بس دي موجوده جوه جسمنا، فدي بنسميها انزيمز، ودي على طول بتبقى بروتين، مواد فيها ايه؟ بروتينات. طيب بتعمل ايه؟ بتسرع التفكك او بتحول شويه حاجات لحاجات تانية، بس ما بتخشش في الرياكشن. يعني هي ما بتعملش كيميكال رياكشن، ما بتخشش، هي بتفكك حاجه او بتحول ماده لماده تانية. طيب زي مثلا عندنا حاجه اسمها سيلولوز، وفي هيمي سيلولوز، وفي كمان ليجنين. دي كلها مواد بتبقى موجوده زي في السترو او موجوده في الاعشاب والبقيه بواقي النباتات والحاجات دي كلها. تيجي انزيمات معينه المفروض ان هي تقوم محولاهم لحاجه اسمها بايو فيول، يا اما عن طريق حاجه اسمها هيدروليسيس او حاجه اسمها برضه فيرمنتيشن، التخمر. فبالتالي هنا في بقى الديجريدنج انزيمز، بتنزل انزيمات معينه هي اللي تقوم محولاهم لبايو فيول. طيب البايو فيول ده منه بيبقى فيه حاجه اسمها الايثانول، والايثانول دوت حاجه تعتبر من المشتقات بتاعه الكحولات، يعني يعتبر فيول. وكمان يحول الفاتس الدهون لحاجه اسمها بايو ديزل. يعني هنا خدوا بالكم الانزيمز دي ممكن تحول البلانت السليلوز الاول لسكر، وبعد كده يتحول لايثانول، ولو في شويه فاتس دهون يتحولوا لبايو ديزل. يعني دلوقتي احنا لو عندنا يا جماعه سليلوز عن طريق الانزيمز الاول يتحولوا لايه؟ سكر، وبعد كده الشوجر زي ما احنا خدنا قبل كده ان هو ممكن يتحول لايه؟ لايثانول. والايثانول ده بنستخدمه بدل البنزين، نحطه في العربيات فالعربيه تمشي. طيب وكمان في بعض الانزيمز تاخد الفاتس الدهون اللي في الكائنات الحيه دي وتقوم محولها ايه؟ الانزيمز دي تقوم محولها دايركتلي لايه؟ لحاجه اسمها بايو ديزل. يبقى السليلوز في الاخر يدينا ايثانول، والفاتس تدينا ايه؟ بايو ديزل. مين اللي بيعمل الكلام ده كله؟ الانزيمز، ودي بتبقى عباره عن بروتينز، مواد بروتينيه هي اللي بتعمل الكلام ده كله. طيب كلام جميل. في عندنا قلنا كمان حاجه اسمها مايكرو الجي. يعني احنا قلنا ان ايه الحاجات اللي هي الالجي دي ما بنزرعهاش، هي اوريدي بتطلع لوحدها، مش محتاجه مكان بقى ايه اجريكلتشرال لاند، لا تربه زراعيه ولا الكلام ده كله. طيب هنا بقى قلنا ان الالجي كان جرو رابيدلي، بتطلع بسرعه and convert، وبتحول كمان السانلايت والاورجانيك ماتيريال into efficient energy resources. يعني كنا بناخد ان الالجي دي من البروديوسرز لو تفتكروا، بتقدر ان هي كمان تمتص السانلايت ضوء الشمس وبتعمل فوتوسينثيس بروسيس عادي جدا، وتقوم محوله السولار انرجي طاقه الشمس لافيشنت انرجي ريسورسز، لمصدر تاني من الطاقه نقدر نستفيد منه. طيب جميل. وكمان قال لك some types of algae can produce oils، بيطلعوا كمان شويه زيوت that can be converted برضو into biodiesel. يبقى عندنا في حاجتين بيحولوا الاورجانيك ماتر لبايوديزل. خدنا الانزيمز بتحول الفاتس لبايوديزل، وخدنا برضو هنا المايكرو الجي بتحول الاويل الزيوت لبرضو ايه؟ لبايوديزل. طيب كمان بقى قال لك this type of biofuel is considered valuable source، يعني مصدر قيم جميل. ليه؟ مش محتاج تربه زراعيه because it does not require large agricultural area، مش محتاج اي تربه. وكمان can be cultivated in non-agricultural plants، يعني ممكن كمان نزرعه في تربه غير صالحه للزراعه. يعني عندنا شويه تربه كده اصلا اي كلام ما ينفعش يتزرع فيها، لا ممكن احنا بقى نحط الالج دي، ممكن هي كمان تطلع ايه؟ في التربه دي. يعني حاجه جميله جدا. طيب زي هنا قال لك مثلا حاجه اسمها الكرود الجل اويل، ادي الزيت خلاص جاي منين؟ حاجه اسمها استريفايد اويل، وممكن نعمل له حاجه اسمها ترانس استريفيكيشن يدي لنا حاجه اسمها بايو ديزل. طبعا الكلام ده فور الستريشن، يعني هو مش يجي يسال عليه ان احنا عندنا الاويل الزيت بنعمل له استريفيكيشن فيدي لنا حاجه اسمها كرود الجل اويل، ده ممكن برده بنستخدمه. وكمان ممكن نعمل له ترانس استريفيكيشن يتحول لايه؟ لحاجه اسمها بايو ديزل.
البايو ديزل ده هو البايو فيول اللي احنا ممكن نستخدمه كوقود. وبالتالي قال لك using living organisms for energy production is an eco-friendly طبعا solution، هو حل صديق للبيئه. قال لك that helps بيساعد ان احنا نعمل reduce dependence on fossil fuel، بدل بقى ما نعتمد على المصادر اللي هي بتاعت الطاقه اللي بتخلص، لا عندنا حاجات جميله وبتتزرع وبتطلع فممكن نقدر نستخدمها while utilizing natural resources efficiently. طبعا وبنقدر ان احنا نستخدم المصادر الطبيعيه بطريقه جامده وطريقه فيها كفاءه كده وفيها حاجات حلوه يعني. في عندنا كمان شويه examples ثانيه other biological sources of energy. ايه الحاجات الثانيه من الكائنات الحيه اللي ممكن تدينا energy؟ في عندنا other biological sources زي البلانتس النباتات، المارين الجي، والفوتوتروفيك بكتيريا، برضو في بكتيريا اللي هي بتعمل برضو الفوتوسينثيس بروسيس. دي كلها كائنات نقدر نستفيد بيها ان هي تعمل نفس الكلام، تطلع لنا بايو انرجي، ودي بتطلع بايو فيول. طيب بس طبعا قال لك they utilize natural process and do not compete with agricultural land او compete، يعني هم دول مش محتاجين تربه زراعيه making them highly efficient، ودي بالتالي بتبقى حاجه ليها كفاءه عاليه، مش محتاجين تربه زراعيه يا جدعان، اي حته خلاص نزرع فيها، اي حته بيطلع فيها الكائنات دي، وكمان ايكو فريندلي سوليوشنز، وكمان حاجات صديقه للبيئه ما بتعملش تلوث. طيب في عندنا شويه اكزامبلز هنا، قال لك الانرجي برضو فروم بلانتس زي الروز، الورد البلدي. الورد البلدي ده برضو احنا ممكن نستخدمه ونطلع بيه برضو برضو بايو فيول. يعني قال لك البلانتس بعض النباتات including aquatic ones الحاجات البحريه زي الووتر هايكنز can be used to make biofuel. دي برضو بعض النباتات كده ممكن تقدر تعمل شويه وقود عن طريق عمليات الفيرمنتيشن والديكومبوزيشن. كل النباتات دي لما بتيجي بتتخمر يحصل لها فيرمنتيشن وطبعا وتتحلل ممكن تدينا بايوفيول. طيب المارين الجي الطحالب المائيه، وعارفين ان دي بتطلع بكميه كبيره. قال لك برضو الفاست جروينج مارين الجي ان سولت ووتر في المياه المالحه طبعا بروديوس بايوفيول without needing agricultural land. خلاص دي بتطلع وبتدي لنا بايوفيول من غير احتياج لاي تربه زراعيه. ماشي. فوتوتروفيك بكتيريا، برضو في بكتيريا عارفين ان هي بتعمل فوتوسينثيس بروسيس، والبكتيريا دي بتاخد اللايت والمفروض تحوله الكربون دايوكسيد ووتر، والمفروض ان هم بيطلع كمان معاها بايوفيول زي الايثانول والهيدروجين او هيدروجين جاز. يعني البكتيريا بتاخد اللايت مع الفوتوسينثيس بروسيس، عارفين ان هي بتقوم عامله لنا زي مثلا اي فوتوسينثيس بروسيس بيطلع الجلوكوز شوجر وبيطلع اكسجين، هي بتقدر تستخدم الكربون دايوكسيد وكمان السان لايت، والمفروض ان هي بتحولهم لبايوفيول زي الايثانول وزي مين؟ الهيدروجين جاز. طيب دي كلها شويه اكزامبلز كده يا جماعه على الحاجات اللي احنا بنقدر نستخدمها. يعني احنا بنستخدم حاجه اسمها بايوماس، بنستخدم بعض المايكرو الجي، وبنستخدم بعض المايكرو اورجانيزمز، بنستخدم الميثين بروديوسنج بكتيريا، البكتيريا اللي بتدي لنا الميثين جاز. في انزيمز، عرفنا الانزيمز دي بتعمل بتقدر تحول بعض السلولوز لشوجر وبعدين ايثانول، والفاتس تقوم محولاه لبايو ديزل. وخدنا شويه حاجات تانية برضو كده اللي هي زي المايكرو الجي، وخدنا شويه اكزامبلز بقى فوق طبعا لطيفه بقى عندنا زي المايكرو الجي قلنا، وزي الانزيمز، وزي الميثين بروديوسنج بكتيريا. كل الحاجات دي حلوه جميله وصديقه للبيئه وزي الفل، وطبعا كلها حاجات رينيوبل، وكده احنا زي الفل وتمام. وكده يبقى احنا الحمد لله خلصنا ليسون 4 في شابتر 2 وخلصنا الشابتر كله. هنخش بقى ان شاء الله في الحصه الجايه على شابتر 3 اللي هو بيتكلم عن الريسايكلينج وازاي ان احنا نعمل اعاده تدوير. اتمنى ان احنا نكون فهمنا واستوعبنا كويس جدا، ومش هوصيكم بقى طبعا على الصفحه عندنا في الفيسبوك، وعندنا كمان القناه في اليوتيوب، نعمل شير وسبسكرايب. وكان معاكم مستر عمر مصطفى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، او مستر عمر عرابي اللي انتوا تشوفوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.